السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكل متابعي القناة. حلقة جديدة عن أخبار الرياضة المصرية والعالمية. سعد شلبي المدير التنفيذي للأهلي: خاطبنا الجهات المعنية من أجل حضور جماهير الأهلي بالساعة الكاملة للاستاد في مواجهة الهلال السوداني. إدارة الأهلي تقرر تغريم اللاعبين الذين شاركوا أمام سان داونز 350 ألف جنيه لكل لاعب، والحالة الوحيدة لرفع الغرامة هي التتويج بدوري أبطال أفريقيا. وليد عبد الهادي رئيس استاد القاهرة: جاهزون لاستقبال لقاء الأهلي والهلال بأي ساعة جماهيرية. كولر أبلغ الخطيب برفض اللعب في كأس رابطة الأندية، ورفض التجديد لرامي ربيعة وأيمن أشرف، وطلب تصويت برونو سافيو والاستغناء عن شادي حسين، وأخيرا طلب التجديد لبيرسي تاو. بعد طلب الأهلي تأجيل المباراة، رابطة الأندية ترفض طلب الأهلي بتأجيل مباراة المصري في كأس الرابطة. للمرة السادسة، أسامة نبيه يتقدم باستقالته من الجهاز الفني للزمالك. فيريرا لمسؤول الزمالك: لا أمانع الرحيل عن تدريب الفريق في نفس اليوم الذي أحصل فيه على الشرط الجزائي. قناة الزمالك: تم الاتفاق مع مدير فني أجنبي لتدريب الزمالك وطاقم أجنبي بالكامل خلال 48 ساعة. روي فيتوريا مدرب منتخب مصر: محمود كهربا أبهرني بتحركاته ولمساته داخل منطقة الجزاء. كهربا يستحق التواجد في قائمة المنتخب. مارسيل كولر يغادر إلى سويسرا لقضاء أجازة مع أسرته حتى نهاية الأسبوع. سيد معوض: شرط مشاركة الأندية بالفريق الأول في كأس الرابطة أمر غريب وغير مبرر. خالد بيومي: صن داونز فعل كل شيء أمام الهلال السوداني ليخرج الأهلي من دوري أبطال أفريقيا، ولكن كل محاولاته باءت بالفشل. اتحاد الكرة يخاطب كاف لنقل مواجهة مصر ضد مالاوي إلى استاد الدفاع الجوي بسبب انشغال استاد القاهرة بأعمال صيانة. محمد فضل: حسام غالي سيصبح رئيسا للنادي الأهلي مستقبلا، وتلقيت عرض للعودة للعمل بالنادي الأهلي بعد أفريقيا 2019، وهذا العرض لم يكن في منصب مدير الكرة. وفي حال توفرت الإمكانيات لمارسيل كولر تحديدا في صفقات الأجانب، سيقدم الأهلي أداء مختلف تمام وسيتحسن كثيرا. محكمة جنح العجوزة تقضي بعدم الاختصاص في نظر دعوتين ضد مرتضى منصور بتهمة سب وقذف ممدوح عباس، وتحيلها للنيابة العامة لإرسالها إلى المحكمة الاقتصادية. بيراميدز يخسر من الجيش الملكي المغربي في بطولة الكونفدرالية، ويصعد الجيش الملكي للدور القادم. المواجهة القادمة بين فيوتشر وبيراميدز تحسم المتأهل الثاني في المجموعة. برشلونة يفوز على ريال مدريد بهدفين مقابل هدف، ويوسع الفارق ل 12 نقطة ويقترب من تحقيق الدوري الأسباني. الهلال يطلب تأجيل مباراتين في الدوري السوداني من أجل الاستعداد لمواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا. مدرب الهلال لموقع كاف: الأهلي حول مباراته مع الهلال إلى معركة حربية. نعلم أن الأهلي فريق كبير والصعود حلم صعب، ولكن الكاف كنوع من العدالة يجب نقل المباراة المصيرية إلى دولة أخرى، لأننا سنواجه الأهلي وجماهيره وهذا أمر صعب. عبد المنعم شطة: هناك البعض من مسؤولي الهلال خرج منهم تصريحات تسببت في توتر الأجواء بين الفريقين، ولكن النادي الأهلي دائما ما يحافظ على العلاقات ويعلم أن المباراة 90 دقيقة فقط، ولن يتعامل مع الهلال مثلما تم التعامل معه في السودان. انتهت أخبارنا. لو لسه ما اشتركتش بالقناة اشترك وفعل زرار الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. ادعم الفيديو بلايك، والسلام عليكم ورحمة الله.